أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من حلقات الحنين الجميل. النهارده موضوعنا بيتكلم في حاجة خطيرة جدا جدا لازم ناخد بالنا منها كلنا، اللي هي موجودة في كل البيوت، وهي الموبايل، التليفون، الايباد، التابلت، ايا كان اللي موجود بقى من حاجات التكنولوجيا اللي بتفتح لنا على شاشات تانية، وولادنا اغلب الوقت قاعدين عليها ساعات طويلة جدا، والساعات ديت بتأثر عليهم صحيا ونفسيا وجسمانيا ودراسيا. فلو نحاول كل يوم هنقلل ساعة من الساعات اللي بيقعدوا عليها، أو نعمل لهم جدول كل يوم ساعتين مثلا، بنقسم الساعتين دول على مدار اليوم، مثلا نص ساعة في نص ساعة في نص ساعة في نص ساعة، خلاص. لأن لاحظي لما هتبعدي ولادك عن التليفون أو عن الأيباد أو عن الحديدة اللي ماسكينها في إيديهم دي، هتلاقيه اتحسن نومه، اتحسن أكله، اتحسن نفسيا، اتحسن سلوكيا، اتحسن دراسيا. يا جماعة القعدة على التليفونات بتفقد الولاد التركيز. لاحظ كده لما تطلبي منه طلب وهو ماسك التليفون او قاعد على لعبة او قاعد على اي حاجة، ما بيديك الحاجة اصلا مش عارف ايده موديها لك فين، بيمد ايده مش شايف انت خدتيها منه ولا لا اصلا يعني. فتلاقيها وقعت اتدشدشت في الارض وانت اتعصبتي وقعدتي تتخانقي معاه، يا مشى اداها لك ومشى وهو مش عارف هو اعطاكي ايه اصلا يعني. هات حاجه من الثلاجه، يروح يفتح الثلاجه يسيبها لك مفتوحه ويمشي. اقفل غطا الحله ولا كانه سامع. هات كوبايه ميه، بتلاقيه اصلا جايب كوبايه الميه اللي هو مش عارف يديها لمين، مين اللي طلبها مش عارف. فاحنا هنفضل سايبينهم كده لحد امتى؟ هنفضل سايبينهم لحد امتى؟ بنشتكي منهم سلوكيا، وبنشتكي منهم علموا بلاء اللي هم فيها، وبنشتكي منهم ان هم ما بيذاكروش وما عندهمش حافز للدراسه، وما عندهمش تركيز. كل ده بسبب الحديده اللي ماسكينها في ايديهم، واحنا اللي سامحين بده. طيب انا دلوقتي يا ماما بيضربني، يا ماما الحقي مش عارفه اخويا بيعمل ايه، يا ماما اختي مش عارفه بتعمل لي ايه. خد يا حبيبي الموبايل اهو واقعد شويه ساكت بقى. بيزن، خد يا حبيبي التليفون اهو. مش عارفه طلباته كتير، خد يا حبيبي الايباد العب عليه شويه. مش عارفه مش عايز يذاكر، طب ضحك عليك شويه وقال لك انا طب هلعب نص ساعه وبعد كده اديهولك وانت نسيتي. سحبت نص ساعه، ساعه، ساعتين، ثلاثه. انا جات عليا اوقات شفت ناس والله العظيم سايبين ولادهم الساعه 2 و3 بالليل. انا على فكره ولادي كانوا جات عليهم مرحله وكنا كده، وخاصه في اجازه الصيف، بس حجمت الموضوع لما لقيت الولاد تركيزهم بيقل، ولقيتهم الكلام بس بكلمهم مش سامعيني، والله العظيم ما سامعيني، بكلمهم مفيش تركيز اصلا. فحجمت الموضوع، وربنا الهمني كده ببرنامج اسمه فاميلي لينك، دخلت عليه وعلى ايباداتهم، وعملت تحكم من عندي منين ما اكون بره او حتى في البيت. محددها لهم على ساعه في اليوم، مجرد ما الساعه تخلص يروح الايباد قافل خالص، قافل خالص، ولا يعرف يتصل ولا يعرف يتكلم ولا يعرف يبعت اي حاجه، غير بس اللي ظاهر له نسبه الشحن واللي هو متوصل بالواي فاي والساعه بس. بيبقى عامل معاه زي البوصله الهامده، مش عارف يفتح ولا يتحكم فيه. فاحنا نحد من الموضوع ده علشان خاطر مصلحتنا ومصلحه ولادنا، وحتى الكبار كمان قللوا منه على قد ما تقدروا، لان فعلا انت حتى الكبار هتلاقي مفيش تركيز، صداع، عينك بتوجعك، ظهرك، رقبتك، كتفك، ليه؟ بسبب القعده عليه، بسبب الفرجه على حاجات كتير، عمالين نتنقل من صفحه لصفحه، من ميديا، من فيسبوك ليوتيوب، تيك توك، انستا، كله، فكله مضر. فانت لو حدنا من الموضوع دوت وقللنا منه شويه، احنا المستفيدين وولادنا المستفيدين اكتر. فكل ما تحكمنا في الموضوع كل ما الولاد كانت احسن. هتلاحظي بعد ما توقفي الولاد هيبقوا مزمزقين يعني عندهم ملل شويه، واحده واحده هيتعودوا، واحده واحده هيبداوا يركزوا، واحده واحده هيبداوا يرجعوا ياكلوا كويس، واحده واحده هيناموا بدري، هيقوموا بدري. اشغليهم بحاجات تانية. فين صليت، شلت هدومك مكانها، نظفت اوضتك، ذاكرت. بعد كده لما يعمل الحاجات دي كافئي بقى، اديله نص ساعة عليه، ساعة يا ستي،
خلاص. لكن افضل طول اليوم والنهار قاعد ماسكه، ولا بيذاكروا ولا بيصلوا ولا بياكلوا كويس ولا بيسمعوا الكلام، وتخش تلاقي مكانهم زريبه، مكان، يعني اسفه في اللفظ، بس المكان بتخش ده اصح لفظ ليه. بتخشي اصلا بتتجنني من المنظر. فانت امتى هنشيل الحديده دي من ايديهم؟ خلاص، هو يعني بلوى ودخلت بيوتنا كلنا. طالما دخلت واحنا سمحنا بيها، فخلاص بقى نحد منها ونقلل من استخدامها، علشان خاطر نحافظ على اولادنا ونحافظ على نفسنا احنا كمان، لان هي يعني سلاح ذو حدين. آه، زي ما بيجيب حاجات ايجابيه، بيجيب برضه حاجات سلبيه، وسلبياته اكتر من مميزاته. فاولادنا كمان بيستخدموه يعني في الالعاب، ويتعرفوا على ناس تانية، وندخل في حاجات تانية اصلا بعيد عن اي حاجه. فنحد منه ومن استخدامه، عشان الامتحانات داخله، وعايزين ولادنا يركزوا احسن، وعايزين ولادنا يبقوا في احسن حال، وعايزين ان هم يبقى تركيزهم افضل، ونركز على القيم والحاجات اللي تقربهم من ربنا افضل، لان هو ده اللي هينفعنا دلوقتي وينفع ولادنا في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي والمجتمع بتاعنا. لان ده يعني هو بلوى، هنحد منه ونشيله على قد ما نقدر، ونحدد الساعات اللي هيقعدوا فيها في اليوم، وبعد كده نبقى نكافئ بيه بقى، بس بساعات قليله بس. فربنا يا رب يبارك لكم فيهم ويبارك لكم في ولادي، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات برنامج الحنين الجميل.